المسلمون عباد الله، بعد أن يؤدي المسلم سجوده لله سبحانه وتعالى ويطمئن فيه كما جاء في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للإطمئنان وهو ركن في حديث المسيء في صلاته، بعد ذلك يرفع من سجوده أو يرتفع من سجوده، وهذه تسمى الجلسة بين السجدتين وهي ركن من أركان الصلاة. ويرفع ويقول الله أكبر وهي تكبيرة الانتقال، فلا يقولها وهو ساجد ولا يقولها وهو جالس، فيكون بين ذلك تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يستحب في هذا المجلس حالتين: إما أن يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويجلس بين السجدتين، أو أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الإقعاء وهو نصب الرجلين والجلوس، لأنه جلوس قصير، فينصب رجليه ويجلس عليهما ويقول الله أكبر، ثم يأتي بذكر الجلوس بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. وأسمع كثيرا ممن يصلي بجواري يقول رب اغفر لي ولوالدي ولوالد والدي، فهذه لم تثبت. إنما إذا أردت أن تدعو لنفسك ولوالدك ولوالد والدك فعليك بالسجود: رب اغفر لي ولوالدي في السجود، وادعو بما شئت في السجود. أما بين السجدتين فليس لك إلا أن تقول اللهم اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني، هذه الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يكرر إذا من كان لا يحفظ اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ويجعل جلوسه بين السجدتين مع الإطمئنان كسجوده كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسجد للسجدة الثانية وصفتها كما كان في السجدة الأولى. ثم بعد ذلك إذا قام من السجدة الثانية يستحب له أن يستريح، وتسمى هذه الجلسة جلسة الاستراحة، وهو أن يجلس قليلا ثم بعدها ينهض معتمدا على يديه كما نزل معتمدا على يديه. ومن قال ينهض ماذا يسجد على ركبتيه يعتمد في نهوضه على ركبتيه على الخلاف الذي ذكر لكم. وبعد ذلك بعد جلسة هذه الاستراحة يقوم إلى الركعة الثانية ويجعل الركعة الثانية كنصف الأولى، كنصف الركعة الأولى في القراءة بعد الفاتحة. وبعد ذلك يفعل ما فعل في الركعة الأولى إلى أن يصل إلى التشهد الأوسط، وحكمه أنه واجب، حكم التشهد الأوسط واجب. فيجلس الجلسة التي هي بين السجدتين أن يفترش في التشهد الأوسط. إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يفترش الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى، وتكون الأصابع مستقبلة للقبلة لمن استطاع. هذه هي السنة. ويبدأ بذكر التشهد. ولا بد عباد الله، لماذا ذكرنا هذه الصفة، صفة صلاة النبي؟ من أجل أن يتعلم الناس من كان محرجا أن يسأل كيف نصلي، كيف نقرأ التشهد، كيف نقرأ وكيف نفعل، لا يستحي بل يتعلم. ومن حفظ من الخطبة فخير، فيقرأ في التشهد. وهناك صيغ كثيرة منها تشهد ابن مسعود وهو المشهور. فإذا قام وقال الله أكبر من السجدة الثانية، بعضهم أو في بعض الأوقات أسمع من يصلي بجواري ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم التحيات. انظر كم أتى بشيء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء كان حكمه أنه مخالف للسنة، أي أنه بدعة. فإذا قال الله أكبر بدأ بالتحيات بصيغة ابن مسعود: الله أكبر التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهناك تشهد ابن عباس: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهناك تشهد ابن عمر
لو حفظ الإنسان صيغ التشهد لكانت سببا في خشوعه في صلاته، لأنه في كل تشهد يذكر ويتفكر في دعائه وفي ذكره أثناء هذا التشهد أو في أدعية الاستفتاح، وهكذا في الأدعية المتنوعة، فهي تعين على الخشوع في الصلاة. ثم يأتي بالصلاة الإبراهيمية وكلاهما واجبا، وهناك صيغ للصلاة الإبراهيمية، منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصيغة أخرى اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. والصيغ متعددة، ومن نوع خشع في الصلاة. ثم بعد أن يأتي بالتشهد الأوسط يقوم إلى الركعة الثالثة، ويستحب له هنا أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وهو الموضع الرابع الأول في تكبيرة الإحرام، والثاني عند النزول للركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة، ثم يصلي الثالثة والرابعة، ثم يأتي بعد ذلك كما صلى وتكون أقصر من الركعتين الأوليين. ثم بعد ذلك التشهد الأخير، وهو ركن من أركان الصلاة على بعض الأقوال، فعليه أن يتشهد يأتي بما جاء في التشهد الأول اللي هو الأوسط، وهو التحيات لله إلى آخره، ثم الصلاة الإبراهيمية، ثم الدعاء. وقد وردت أدعية كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أوجبها ما قاله عليه الصلاة والسلام وعلم به أصحابه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، إلى آخر الدعاء. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام يعلم أبا بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وادع بما شئت بعد التشهد الأوسط بعد التشهد الأخير. ويستحب في هذا التشهد أن تتورك. ومعنى التورك أنك إذا جلست للتشهد الأخير أن تجلس على مقعدتك وهو الورك، وتدخل رجلك الشمال تحت الرجل اليمين، وهذا يسمى التورك، وهذا يكون في الصلاة الثلاثية والرباعية. ثم بعد ذلك يسلم، والتسليم ركن على قول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمه التكبير وتحليله التسليم، فيسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وله أن يسلم عن يمينه ويزيد: وبركاته، ويقول عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله ويزيد وبركاته. وأيضا من دون اهتزاز الرأس كما يفعل بعض الناس، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله ويهز رأسه 20 هزة حتى يكمل. وبعضهم قبل التسليم، قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، إذا به يرفع يديه أنه قد أكمل التشهد، يكاد يطير. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه كأنها أذناب خيل شمس. نهى عن هذا الأمر، ونهى عن شيء في السجود نسيته، وهو الإقعاء، وهو الافتراش، أن يفترش يديه إلى ساعده ويجلس يسجد هكذا من هذا المكان. إنما يضع كفيه فقط. أما من وضع كفيه إلى ساعده فقد أخطأ في سجوده. وكذلك يتحرك عند السلام، وهذه أيضا من المخالفات التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسلم بدون تحريك الرأس مرارا وتكرارا، إنما هو عن يمينه حتى يرى بياض خده، ويكون الالتفات عن الشمال أكثر من الالتفات عن اليمين. ثم يأتي بعد ذلك فقد خرج من الصلاة. فمن صلى كهذه الصلاة التي ذكرت لكم فقد صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة يومية عباد الله، ينبغي أن نقيمها كما أراد الله سبحانه وتعالى.